السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده رجعت لكم فيديو جميل وجديد وان شاء الله يعجبكم. النهارده هنتكلم مع بعض عن تربية الطيور. لو اول مرة تربي طيورك يبقى الفيديو ده ليكي. طبعا لازم انا بعمل كل فيديو عشان تستفادوا منه بالمعلومات اللي انا بقولها، لان معلومات جميلة جدا ومعلومات لازم انت تبقي عارفاها لو انت بتربي طيور، مش شرط فراخ بس، لا طبعا طيور كتيرة. لو عندك بطة، عندك وز، عندك حمام، عندك اي طيور، يبقى الفيديو ده ليكي برضو. يبقى لازم مهم ولازم تسمعيه، ولو استفدت منه لازم تشيريه علشان الكل يستفاد منه طبعا. طبعا لازم قبل ما تشتري الطيور لازم تبقى عارفه ان ازاي تحصنيها وازاي تحافظي عليها من الامراض ومن الميكروب اللي داير في الجو. ده الميكروب طبعا بتبقى شماء الفراخ، يعني بتشموا من على بعد. لا يعني لو عندي فراخ جرانك تعبانه ممكن تشموا اي فرخه من فراخك، ولو شميتوا فرخه من فراخك طبعا هتعدي الفراخ كلها. لازم تبقى عامله حساب كده. فلازم طبعا تكوني انت بتحصنيهم. لو مش هتشتري لهم التحصينات ديت طبعا ممكن تبقى غاليه عليكي ومش مقدرتك انك تشتريها، لان بتبقى الكيس ب 15 و20 جنيه. ده بيبقى عباره عن دواء بودره بيتحط في الميه، لكن انت لو هتعمليه في البيت هيبقى مكون واحد من البيت او مكونين بالكتير. يعني هتعملي ايه؟ هتجيبي مثلا بصلايه، يعني بصله او اتنين، مش غاليه خالص، انك تخرطيها لفراخك وتحافظي على طيورك من الانفلونزا بتاعت الطيور. انت قاعد هتخرطيها لهم كده، او لو سبتيها كده هياكلوها عادي، ولو كسلتي وما خرطتهاش ممكن تحطيها في الميه هيشربوا المنقوع بتاع الميه بتاعها، برضه هيبقى جميل هيحميهم. ويا سلام بقى لو فصين توم حلوين كده برضه هيطهر معدتهم وهيخليهم بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده. بس اهم حاجه اللي يشوف الفيديو بتاعي يصلي على النبي طبعا قبل كل حاجه. الصلاه على النبي بتزود الرزق وتغير الاقدار وتزود الرزق. شايفين بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. يبقى زي ما قلت لكم كده لازم نحصن الطيور بتاعتنا، علشان انفلونزا الطيور دي بتكتر الانفلونزا وبيكتر الامراض في اليومين دول بالذات. فلازم تعملي حساب كده انك تحصنيهم وتدي لهم كل التحصينات الكامله اللي انت بتعمليها، وكلها دي حاجات متوفره عندك في البيت، مش هتغرمي فيهم حاجه ولا تشتريها ولا حاجه. انت برضو ممكن تشتريها بس ممكن تبقى غاليه عليكي شويه، لان ممكن ما تبقاش متوفره معاكي فلوس. خلاص بقى عشان ما اطولش عليكم فيديو اكتر من كده، اهم حاجه لو عجبك الفيديو ما تنسيش اللايك والاشتراك، وصلنا فيديو جديد ان شاء الله يا حبايبي. سلام.